الرئيس الذي نصب خيمة بدوية وسط نيويورك في عام 2009 وصل معمر القذافي إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بدل أن يقيم في فندق عادي مثل باقي الزعماء قرر أن يفاجئ العالم بحيلة غير معتادة. نصب خيمة تقليدية ضخمة في قلب المدينة وسط الأبنية الشاهقة ووسط زحمة مانهاتن. الخيمة لم تكن مجرد ديكور، بل كانت مكانا رسميا لإقامة الاجتماعات والمقابلات الصحفية واللقاءات الدبلوماسية. الحدث أثار دهشة وسائل الإعلام وعد بمثابة تحد للعرف الدبلوماسي الغربي، وكأنه أراد أن يقول للعالم: أنا أحمل ثقافتي معي أينما ذهبت. الجمهور والمراقبون لم يصدقوا أعينهم، فخيمة على طريقة البدو الليبيين في قلب نيويورك وسط الأبنية الحديثة تستضيف زعيما عالميا وهو يناقش قضايا دولية حساسة. الحادثة بقيت رمزا للغرابة والجرأة في مسيرة القذافي، وتكشف جانبا من شخصيته التي جمعت بين التمرد والظهور الإعلامي المبالغ فيه.